يا جماعة، حد بيضايقكم في رسائل فيسبوك ماسنجر؟ أكيد طبعا. مليتوا وزهقتوا من اللي بيتكلموا ويراسلوكم من غير هدف، زي اللي بيبعتوا رسائل للتعارف مثلا؟ أكيد طبعا. طيب، عاوزين تحافظوا على خصوصيتكم، وإن مش أي حد يبعت لك رسائل على فيسبوك، وإن التواصل ينحصر فقط على أصدقائك اللي عندك على فيسبوك؟ الحل في الفيديو ده. هخليكم تتخلصوا نهائيا من رسائل فيسبوك المزعجة بكل سهولة وفي 3 خطوات فقط. ومش طالب منك غير انك تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتخليك معايا لآخر الفيديو. ويلا بينا على الشرح. هندخل نفتح تطبيق ماسنجر ونعمل تحديث لو هو غير محدث. وأول حاجة هنضغط على ال3 شرط اللي فوق دول، بعدين ندوس على علامة الترس اللي في الجنب، بعدين ننزل نضغط على الخصوصية والسلامة، بعدين نضغط على إرسال رسالة. هنا بقى أهم خطوة ركزوا معايا فيها جدا. هنلاقي هنا 3 فئات ممكن تكون حضرتك أو حضرتك غير راغب في استقبال أي رسائل منهم وهم خارج قوائم أصدقائك على فيسبوك. نمرة 1، الأصدقاء على فيسبوك. نمرة 2، الأشخاص الذين لديهم رقم هاتفك. 3، أشخاص آخرون على فيسبوك ماسنجر. هنبتدي بأي فئة فيهم، مش هتفرق، بس أهم حاجة ننفذ الخطوات عليهم كلهم، وركزوا معايا إن الخطوات دي مهمة جدا. هندوس مثلا على الأصدقاء على فيسبوك ونضغط عليها، بعد كده هننزل ونضغط على عدم تلقي طلبات. بعد كده هنروح للأشخاص الذين لديهم رقم هاتفك ونضغط، وهننزل ندوس على عدم تلقي طلبات. ثالث حاجة هنروح على آخرون على فيسبوك ماسنجر ونضغط عليها، بعدين هندوس على عدم تلقي طلبات. وبكده يبقى احنا ضمننا ان مفيش اي رسائل من اشخاص غير مرغوب فيهم هتوصلني، وهقدر استمتع بوقتي واستمتع بتصفح موقع فيسبوك في هدوء تام وعدم ازعاج. شكرا لمتابعتكم، واتمنى الشرح يكون عجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتكتب كومنت فيه اي سؤال، وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.